السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم طريقة عمل الطعمية البيتي في البيت. هعملها لكم ان شاء الله بالحمص. جميلة جدا وبتبقى طعمها حلو قوي. هنا زي ما انتم شايفين كده، ده فول مدشوش، ومعاه كمان كوباية من الحمص، نص كيلو فول مدشوش، كوباية من الحمص. نقعتهم 4 ساعات، وممكن تنقعيهم ليلة كاملة، لحد طبعا ما بنلاقي الفولة بتاعتنا دي طرية جدا، ولينة، يعني بحيث ان هي تتفرم معانا بسرعة. وهنا معايا حزمة كرات وحزمة كزبرة. الخضرة طبعا بتبقى مهمة جدا وبتديها طعم يعني كويس جدا، يعني تخلي طعمها حلو قوي. وكمان معايا بصلاية، وكمان معايا معلقة توم مفروم. كل ده هحطه في الكبة، وهبدأ ان انا طبعا اشغل الكبة بالراحة، بحيث ان انا اطحنه. وبيطلع معاكي احلى طعمية، احسن من بره طبعا. طبعا دي طبعا بنفرزها للسحور. كل سنة وانتم طيبين. بنعملها بقى كل ما بعمل كمية، ولما تخلص بعمل تاني. زي ما انتم شايفين هنا بحط بهارات، ال7 بهارات، وبحط كمان ملح، وبحط كمون، وكزبرة مطحونة. وببدأ ان انا اطحن. زي ما انتم شايفين كده اشغل الكبة، وبتطحنها لي كويس جدا. وكمان بنحط طبعا شوية مية مع الفول، وهو بيطحن عشان يبقى سهل معانا وسريع، وما يبقاش يعني ما يبقاش صعب على الكبة وهو بيطحن. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا بقى طحنتها يعني على مراحل. طبعا بقى كنت بطحنها وبديها، بطلعها، برجع يعني اقسمها على نصين وارجعها تاني لحد ما نعمت معايا وبقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين كده هي الطعمية اهي، جميلة جدا. وعايزة اقول لكم ريحتها كانت فظيعة، والطعم كان احلى. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعي، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.